مساء الخير عليكم وكل عام وانتم طيبين. ملخص سريع كده ونظره سريعه على احداث مباراه الزمالك ونادي زد اللي كانت اقيمت امس واللي كانت في الجوله قبل الاخيره في نهايه المرحله الاولى. نادي زد كان داخل اللقاء على امل انه يطلع منه بنتيجه ايجابيه ويكون متواجد من ضمن التسع مراكز الاولى، خصوصا وان نتائج المنافسين انتهت كلها لصالح نادي زد، وده طبعا اللي خلى المباراه ساخنه في ارض الملعب وبره الخطوط. في الدقيقة 25 بقى ضربة ركنية لنادي زد بتتلعب في وسط تخبط دفاعات نادي الزمالك، بتنزل الكرة قدام زيكو اللي ما يستناش ويحطها في مرمى عواد ويحرز الهدف الأول لنادي زد. الناحية الثانية بقى بيسير وطالب من اللعيبة كده إن هم يهدوا، وراح لأيمن عبد العزيز وطلب منه إن هو يهدي اللعيبة ويقول لهم ما فيش حاجة لسه الدنيا بدري. وورا كده في الزمالك هتلاقي الدكة كلها عمالين بيشيكوا على الجون بتاع زد، بيشوفوا إذا كان في فاول أو في أي حاجة لحد ما يتأكدوا إن هو صح وما فيهوش أي مشاكل. وجوزيه بيسيرو كده هيفضل برضه يبص اللعيبة ويدعمهم ويقول لهم يلا يا جماعة ما فيش أي حاجة ونبدأ من أول وجديد. وبعد كده بقى في تدخل عنيف على مصطفى شلبي اللي بيخلي جهاز الزمالك يعترض والكابتن ايمن عبد العزيز عشان الحكم محمد الصباح يروح له ويهديه ويطالبه ان هو بعدم الاعتراض وعدم ان هو يقوم من على الدكه خالص. في اخر دقيقه بقى الشوط الاول ومن ضربه ركنيه بيقدر ناصر منسي ان هو يتعادل بهدف جميل، وده طبعا بقى بيسبب فرحه كبيره للاعيبه في الملعب، وبدا بقى تبقى فيه فرحه كمان وسعاده بتبان على اللعيبه والجهاز بالكامل على الدكه ويهزروا بينهم وبين بعض. بيصيروا كده بقى بيشوط ازازه الميه يعني من الفرحه ان هو فرحان بعد الهدف ان هو جه من وقت متاخر. اللعيبه بقى على الدكه مع الجهاز بيتاكدوا من صحه الهدف وفعلا بياكدوا لهم ان الهدف صحيح ومفيش فيه اي مشاكل، وبينتهي بقى كده الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1. بيبدا بقى الشوط الثاني بسيطره زملكاويه كده، ومن فاول بيلعبوا زيزو بيخطفها ناصر منسي براسيه وبيحرز الهدف الثاني، واللعيبه بقى بتفرح فرح كبير جدا وبيتكلموا مع بعض ان هم يكونوا منظمين في الدفاع، صلاح مع الونش وعبد الله، لحد ما يتفاجئوا كده ان الحكم بيراجع الهدف لحد بقى ما حد من الجهاز كده بيأكد لهم ان الهدف صحيح. فشحاتة يعني كده بيفرح بصحة الهدف، ولكن بيتفاجئوا بعد كده ان الحكم بيلغي الهدف بداعي التسلل عشان يستمر بقى الوضع كما هو عليه وتفضل النتيجة الإيجابية 1-1. بيستمر بقى ضغط نادي الزمالك على زد، وفي هجمه كده بيقع منسي والسعيد في منطقه الجزاء، ولكن الحكم مش بيحسب حاجه، بيعترض بقى عليها الجهاز الفني لنادي الزمالك، فالصباحي بيروح للجهاز الفني وبيطرد ايمن عبد العزيز. بيصيروا بقى بينزل ناصر ماهر والجفالي والجزيري على امل تحسين النتيجه، ولكن للاسف يعني مع هجمه كده لزد بيعترض الهجمه محمد شحاته فبياخد الكارت الاصفر الثاني وبعدها الطرد على طول مباشره عشان يزداد الامر سوءا بالنسبه لنادي الزمالك في اخر دقائق الماتش. بيطلع بقى محمد شحاته اللي كان شايف ان هو ما عملش حاجه، يعني اللعيب هو اللي اتصدم فيه مش هو اللي اعترضه، لكن خلاص بقى بيخرج وبينفذ قرار الحكم وهو متعصب جدا عشان تنتهي اللقاء بالنتيجه الايجابيه 1-1 الزمالك وزد.